هو الدهب الإيطالي أحسن فعلا من أي دهب تاني؟ طب الأول خلينا نتفق إن الدهب نفسه هو في إيطاليا، هو في مصر، هو في الهند، هو في أي حتة، كله حاجة واحدة عبارة عن دهب أيا كان عياره. ودايما الدهب الإيطالي بيبقى عيار 18. وخليني أقول مسكونسبشن موجود عندنا، إحنا عندنا في مصر بنقول كلمة الدهب الإيطالي على أي دهب مستورد، سواء كان جاي من إيطاليا، من تركيا، من الهند، من أي مكان، إحنا في مصر بنسميه دهب إيطالي. طب ايه اللي بيميز الدهب الايطالي عن الدهب المصري؟ هي حاجة واحدة وهي الحرفية، او بمعنى ابسط عندهم تفاصيل في القطعة وفي الفينش ما بتشوفيهاش في اي حتة تانية. دايما بيعملوا الشكل كبير والوزن خفيف. وفي ميزة تالتة عندهم ان هم دايما ماشيين مع الترند، دايما ماشيين مع الموضة. يعني هديكم مثال، في انسيال كان لسه طالع من براند مشهور ومعروف بيبتدي بحرف السي. الانسيال ده اول ما نزل احنا لقيناه وعرفنا نجيبه، ومعمول كوبي بيست بالظبط الاصلي. هي هنا التريك عندهم. مش معنى كده ان الدهب المصري وحش، لا، الدهب المصري الفترة الأخيرة بقى فيه تطور كبير جدا، وبقينا بنشوف حاجات هي كوبي بيست اللي كنا بنجيبها من تركيا ومن إيطاليا. بس الدهب الإيطالي بيبقى عنده المصنعية غالية شويتين، وده لأنه بيجي من بره ومصاريف شحن وضريبة ودمغة، لأن مفيش دهب بيجي من بره إلا لما يدخل مصلحة الدمغة والموازين، وبعد كده يطلع لنا ونبدأ نبيع منه. فالتكلفة بتاعته بتبقى غالية. مش معنى إن هم حرفيين فمصنعيته هناك غالية، لا، هي مصنعيته هناك زي مصنعية الدهب المصري بتاعنا هنا، انما المصاريف اللي في النص هي اللي بتزود الفرق كبير جدا. وفي الاخر انتي وذوقك، عايزه دهب ايطالي بالمميزات اللي احنا قلناها وما عندكيش مشكله في الفلوس، روحي عليه. مش عاجبك وعايزه دهب مصنعيه قليله وعايزه دهب مصري، برضو موجود. كل ده موجود عندنا اكيد في الطويل. وبس كده، اكتبوا لنا في الكومنتس تحبوا الدهب المصري ولا الايطالي. كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.